يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كام مرة اتكلمنا عن الوعي قبل الأكل، وإن إحنا بنقعد ناكل وإحنا مش موجودين مع نفسنا على الأكل، بنسيب نفسنا للمشتتات. الأكل بقى روتين بنعمله بدون وعي. بروتوكول نبوي في التغذية عمره أكتر من 1400 سنة، حديث بيثبته العلم الحديث، حديث بيجمع صفات الأكل الواعي، المايندفول ايتنج، ذكر اسم الله قبل الأكل، لحظة وعي. بتطبق أول خطوة في المايندفول ايتنج، إظهار الاحترام للطعام، وضع أسس لطريقة الغذاء والعلاقة اللي المفروض تكون بيننا وبين الطعام، تذكر النعمة وأهميتها، وضع حدود ما بيننا وما بين الجالسين معانا في المائدة، آكل من قدامي ولا أتعدى حدودي. هو ده الأكل الواعي اللي العلم الحديث بيحدده، إنك تكون موجود وأنت بتاكل، مش روتين بنطبقه وخلاص. العلم بيقول إن الأكل الواعي بيقلل السعرات من 20 ل 30% بدون الاعتماد على أي نظام غذائي. الأكل الواعي بيحسن الهضم لأنه بيزيد التركيز على المضغ الجيد، وبالتالي بيهيئ محور المخ والمعده اللي احنا بنقول عليه gut brain axis، بيهيئ استقبال الطعام وافراز انزيمات الشبع والجوع وافراز الهرمونات الخاصه بعمليه الهضم. والاهم من ده كله، الاكل الواعي بيحسن علاقتك بالاكل، بيعالج الجوع العاطفي، بيخليك تتفكر وتدي لنفسك فرصه قبل ما تاكل. خلاصه الكلام، البروتوكول النبوي في الغذاء بيزود وعيك وبيخليك تتفكر قبل ما تاكل، تتفكر في نعمه الغذاء واظهار الاحترام الكامل ليه، ونتذكر ان الغذاء نعمه عظيمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دمتم طيبين وبالصحه متهنيين وبالذكاء متغذين، ونقول سلام.